هو ايه اللي هيحصل في 2025؟ خلي بالك كويس جدا في الفيديو ده معايا وركز معاه للاخر الله يخليك، لان الفيديو ده جايلك من المستقبل القريب جدا. ومش بقول لك كده علشان تخاف او تترعب، لا، انا بقول لك علشان تبقى واخد بالك وتعرف كويس ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه في السوشيال ميديا عموما. بقول لك ان في دراسه اتعملت ان في سنه 2025، خلي بالك 2025 يعني خلاص فاضل عليها اقل من سنتين، 90% ودي نسبه عاليه جدا المحتوى اللي هيكون موجود على الانترنت او على السوشيال ميديا عموما هيكون بالذكاء الاصطناعي. خلي بالك الخبر ده مش يقصد المحتويات الكتابيه او الصوره الثابته، لا، ده بيقصد الفيديوهات، المحتوى المرئي عموما سواء كان مسموع ولا مرئي. الله الله الله، معنى كده ان الفيديوهات اللي الصوت وصوره اللي هتشوفها على الانترنت او هتشوفها على اي شاشه من الشاشات 90% منها ذكاء اصطناعي. ده صحيح. معنى كده ايه؟ معنى كده انك هتشوف اشخاص طالعه في الفيديوهات، دول اشخاص مش موجودين في الحقيقه ولا في الكون ولا اتولدوا من اصله، وهيتكلموا معاك عادي جدا زي ما انا بتكلم مع حضرتك كده بالظبط، وتسمع صوتهم عادي جدا. حضرتك نفسك هتشوفهم بشر حقيقيين لكن هم في الاصل ده برنامج. تخيل ايا كان بقى نوع الناس اللي هتظهر بقى في الفيديوهات ديت، سواء رجاله ستات طفل بيتكلموا باي لغه من اي مكان من الكوكب او باي تردد صوت او من مكان تصوير، كل اللي حضرتك هتشوفه في الفيديوهات ده كله انتاج برامج. طب ما حد يقول طيب يا عم معوض ما هي دي حاجه حلوه، ايه المشكله يعني فيها؟ اقول لحضرتك كويس، هي حاجه جميله جدا مفيش فيها اي حاجه، لكن التقنيه ديت في الايد الغلط مش هتبقى حاجه حلوه. هدي لحضرتك مثال، السكينه، ما حضرتك ممكن تعمل بها احلى اكل وفي نفس الوقت ممكن تقتل بها بني ادم. طبعا في ناس كتيره من حضراتكم مش هيصدقوا الكلام ده، وفي اللي هيقول ده اكشن، ده اكيد خيال علمي وهيتعمل بس مش في المستقبل القريب. هقول لك مثلا يتعمل 10 سنين 20 سنه، لا يا فندم، الدراسه بتقول ان في 2025 تحب تتاكد ان الكلام ده هيحصل قريب قوي. بص للصوره دي، حضرتك شايف ايه؟ صور بنات في حفله، صح؟ شكلهم طبيعي جدا كويس. انا اسف على الصور عموما، هحاول اداريها على قد ما اقدر يعني، بس كان لازم علشان تقدر حضرتك تعرف الحقيقه بتاعت الصور دي، فبعتذر عن الصور. فالبنات ديت شكلها طبيعي جدا وصور حقيقيه مفيش فيها اي لعب تبين ان هي مثلا معموله بالفوتوشوب، لا. لكن اللي عايز اقول لحضرتك عليها ان الصوره دي مش حقيقيه، والبنات اللي في الصوره ديت مش موجودين في الدنيا كلها، مش موجودين اصلا في الحياه كلها. البنات او الاشخاص اللي موجودين في الصور دول متخلقين بالذكاء الاصطناعي، والمكان اللي واقفين فيه ده ممكن يكون فيلا او قصر او اي حاجه زي كده او حتى نادي. المكان ده اصلا ماليش وجود في الحقيقه. كل الصوره اللي انت شايفها قدام حضرتك ديت معموله ببرنامج الذكاء الاصطناعي، وعلى حسب كلام الشخص اللي عمل الصوره ديت بيقولوا ان عملهم على موقع اسمه ميدجورني. معرفش ان كنت نطقت الاسم صح ولا غلط، تقدر برضو تدور عليه على الانترنت. بس الموقع ده موقع ذكاء اصطناعي، انت بس الموقع ده اكتب له على شكل او تخيل صوره او اللي انت عايز تعمله وهو هيجيب لك ملايين 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 الصور اللي خلقها لك من العدم. فالشخص اللي عمل الصور دي قال للموقع ان انا عاوز صور بنات في حفله، لكن البنات دول ما يكونوش موجودين في الحقيقه، والمكان اللي معمول فيه الحفله برضه مش عاوزه موجود في الحياه ولا موجود في الحقيقه. فالموقع عمل له الصور وسيق له الخبر زي ما حضرتك شفته كده بالظبط. على فكره الخبر ده قلب السوشيال ميديا كلها عموما لو حضرتك متابع في العالم كله. فالموضوع دلوقتي ابتدى بصورة، بعد كده هيبتدي بفيديو، ما اللي عمل ده يقدر يعمل ده. فالدراسة بتقول لحضرتك ان 2025 90% من المحتوى اللي هتشوفه على الميديا عموما محتوى مش حقيقي معمول كله بالذكاء الاصطناعي. المهم عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، الفترة الجاية اي حاجة تشوفوها على الميديا ما تصدقوهاش الا لما تتأكدوا منها كويس جدا. هتشوفوا فيديوهات كتير مش حقيقية.